عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم متابعين الكرام، أهلا وسهلا بكم في قناة عالم الزراعة المختلفة وفيديو جديد. اليوم سنقوم بزراعة البصل كما تشاهدون. طبعا هذا البصل اسمه بصل القناع. زراعة البصل بتكون في بداية شهر 11. طبعا البذور من بداية شهر 11 لنهاية شهر 3. أما القنار اللي هو الموجود أمامنا بيبدأ من نصف 11 لنهاية شهر 1. طبعا هذا البصل القنار ممكن تستخدمه بصل أخضر، يعني طبعا منتشر في جميع أنحاء العالم تقريبا البصل الأخضر، أو تستخدمه تخليه مثلا موجود في التربة وبعد هيك بتستخدمه بصل طبيعي، يعني نفس هذا ولكن حجمه بصير أكبر حسب العناية فيه. طبعا أنا حضرت صيص كبير طول متر، عدد 2. طبعا هاي واحد وهي واحد، عدد 2 طوله متر، عرض 30 سنتي. وحطيت فيه تربة. طبعا شكلت التربة تربة باطنية وتربة رملية. طبعا البصل بده تربة تكون خفيفة زي السماد عضوي عشان يكون جذوره تنتشر بشكل سريع ويكون أريحية لشتلة البصل أو لرأس البصل في النمو. طبعا بدي أشكل هذولا هان، بدي أعمل كل 10 سنتي تقريبا. طبعا أنا ما بدي أسقي لأنه إحنا في فصل شتاء، لقيت بدي أخليهم على مية الشتاء بكون أفضل، أو بعد 5 أيام إن ما شتيت من الزراعة بإمكانك تسقيهم. بعد 15 يوم من زراعة البصل كما تشاهدون بإمكاني كمان 15 يوم أو 20 يوم تقريبا استخدم البصل كبصل أخضر، وإن ما بدي استخدمه بصل أخضر بأتركه وتابعوا معنا المراحل الثانية حتى نحكي لكم العناية بالبصل إن شاء الله. بعد 50 يوم من زراعة البصل كما تشاهدون أنا صار بإمكاني استخدم البصل الأخضر يعني أوراق البصل، وبإمكاني أخليه كمان ما يقارب الشهرين بصير عندي بصل اللي بنستخدمه بالبيوت، البصل الناشف. أنا راح أخلي هذه الكمية بصل وهذه الكمية راح استخدمها بصل أخضر إن شاء الله. بإمكانك برضو تخلي الكمية وتختار الورقات القديمة وتختارها كورق بصل أو كبصل أخضر. بعد 4 شهور على زراعة البصل كما تشاهدون طبعا جني ثمار البصل بعد انتهاء الموسم. طبعا دول اللي تبقوا من البصل لأنه أغلب البصل قطفناه بصل أخضر. صراحة مشروع البصل مشروع مربح
إن شاء الله في الموسم القادم لزراعة البصل راح أزرع كمية بصل كبيرة وأعملها نظام مشروع، يعني مش بس اكتفاء ذاتي، راح أسوي مشروع على سطح المنزل، وإن شاء الله راح نصور لكم كل التفاصيل. هيك بنكون وصلنا لنهاية الفيديو. إن عجبكم الفيديو اشتركوا في القناة كنوع من أنواع الدعم، وشاركونا الفيديو مع أحبابكم وأصحابكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.